السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الاوبزرفر باترن. طيب، وقبل ما نتكلم عن الاوبزرفر باترن خلينا نعرف ايه المشكلة اللي حصلت معانا، وايه اللي البيزنس طلبه مننا، وايه التطور اللي حصل في الفيتشر اللي موجودة عندي خلتني ان انا اضطر ان انا اروح ادور على باترن معين. وعلى حسب المشكله دي لقيت ان الباترن بتاع الاوبزرفر باترن هو الباترن المناسب بالنسبه لي في حالتي. فعشان نعرف الحاجات دي كلها خلينا نشوف الجزء التدريجي للمشكله عشان نعرف في الاخر ليه الاوبزرفر هو الحل بتاعي وايه المشكله اللي حصلت عندي. طيب تمام. انا اول حاجه جه عندي، انا موجود عندي بانكينج سيستم. البانكينج سيستم ده جه البيزنس قال لي والله احنا عاوزين اما يحصل عندي ايداع او سحب او اي ترانزاكشن عندي اقدر ان انا ابعت نوتيفيكيشن عن طريق الاس ام اس او الايميل او البوش نوتيفيكيشن، وفي الاخر بعمل لوج للترانزاكشن. تمام. فجه البيزنس بسيط، رحت عملت في البانكينج سيستم، رحت ناديت على الاس ام اس سيرفيس والايميل سيرفيس والبوش نوتيفيكيشن وعملت ترانزاكشن لوج. ناديت عليهم بشكل مباشر كسيميوليت بس للموضوع. وبعد ما ناديت عليهم جيت هنا في البروسيس ترانزاكشن قلت له ان الاس ام اس سيرفيس دوت سند اس ام اس، ونفس الكلام مع الايميل والبوش نوتيفيكيشن واللوج ترانزاكشن. عملت اللي هو مطلوب مني، وبناء على المطلوب انا اول ما يحصل عندي ترانزاكشن هروح ابعت له على كل الشانلز دي، ابعت له نوتيفيكيشن. طيب لحد هنا تمام جدا وحققنا المطلوب مننا. طيب جه بعد كده البيزنس قال لا ده في حصل ازعاج عند المستخدمين اللي انا ببعت لهم على تشانلز كتيره جدا نوتيفيكيشن، اللي احنا عاوزين بس نحدد جروبس، الجروبس دي على حسب كل جروب هبعت على تشانلز محدده. فجه قال لي هنا زي الصوره الثانيه برضه ناديت على كل السيرفيسز، وجيت هنا قلت له والله لو اليوزر ده في جروب ايه هبعت اس ام اس بس وهبعت ايميل سيرفيس بس. طيب لو هو في جروب بي هبعت اس ام اس واروح اسند بوش نوتيفيكيشن. طيب لو هو ولا في جروب ايه ولا في جروب بي هروح ابعت له على كل الشانلز اللي موجود عندي واروح في الاخر اعمل لوج للترانزاكشن. طيب ممتاز جدا، حققت برضو البيزنس بتاعي رغم ان انا برضو رجعت لنفس الكلاس ورحت عدلت فيه وحطيت اف ويلز. طيب عشان خاطر كان المعطيات او المطلوب مش كبير، وجينا عدلناه بشكل سريع لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب جه بعد كده البيزنس طلب مني قال لي والله احنا دلوقتي هنقدر نقدم خدمه ان احنا نقدر نبعت عن طريق الواتساب بعد المسج، نقدر نبعت عن طريق الواتساب نوتيفيكيشن لليوزر ان حصل عنده ترانزاكشن معين او عمل ايداع او عمل سحب والكرنت بالانس بتاعه كذا. طيب جيت انا شفت قلت له طب الواتساب دي هتروح لانهي جروب من الجروبس اللي احنا اتفقنا عليها؟ قال لي الواتساب هتروح لجروب بي، وكل الناس اللي مش في جروب ايه ولا في جروب بي هتروح لهم برضو اللي هو الواتساب اللي هو في الاخر اللي هو عندي الالس. يبقى كل اللي اتفقنا عليه ان هو في جروب بي هروح ابعت واتساب مسج، وكل اليوزرات اللي مش موجوده في الجروب ايه هروح ابعت لهم برضو المسج عن طريق الواتساب. طيب رحت برضو عدلت في نفس الكلاس ودخلت ناديت على الواتساب سيرفيس، وجيت جوه الالس اف اللي هي جروب بي حطيت الواتساب، وجيت في الس في الاخر حطيت برضو الواتساب. طيب تمام. جه بعد كده قال لي لا والله احنا عندنا دلوقتي هنحط جروب سي، الجروب سي ده هنبعت فيه ايميل وبوش نوتيفيكيشن بس، الناس اللي في جروب سي اروح ابعت ايميل وبوش نوتيفيكيشن بس. فانا جيت هنا قلت والله انا عندي السف ان لو الجروب ده سي اروح ابعت له ايميل وابعت له بوش نوتيفيكيشن بس. طيب انا جيت هنا وقفت عشان خاطر اشوف ايه المشكله، ان كل ما البيزنس يجي يطلب مني حاجه اروح على نفس الكلاس بتاع البانكينج سيستم واروح هنا في الكلاس اقعد اعدل في البروسيس ترانزاكشن، احط else اف جديده، او ان انا اروح انادي على سيرفيس جديده مثلا زي واتساب لو جه قال لي بكره جروب دي وجه قال لي لا ده انا عاوز احط ابعت عن طريق سلاك او ابعت عن طريق اي تشانل ثانيه. المفروض ان انا هروح كل شويه في الكلاس ده كسرت كل المبادئ، كسرت مبدا الاوبن كلوز وكسرت مبدا السنجل ريسبونسابيلتي ومكمل زي ما انا، والكلاس حصل عندي فيه هاي كابلنج ان انا حطيت ناديت بشكل مباشر على الاس ام اس سيرفيس والايميل سيرفيس والبوش نوتيفيكيشن. لو انا حصل عندي اي تعديل على مستوى الكلاسز او مستوى السيرفيس دي هيحصل عندي مشكله في البروسيس ترانزاكشن نفسها، عشان بقى عندي هاي كابلنج بشكل كبير مع البانكينج سيستم نفسه، عشان حصل عندي هاي كابلنج مع السيرفيس نفسها اللي هي الاس ام اس والايميل والبوش نوتيفيكيشن والترانزاكشن والواتساب سيرفيس. فجيت قلت انا ايه المشكله اللي حصلت عندي دلوقتي؟ اللي حصل عندي المشكله دلوقتي ان انا كل اللي انا محتاجه ان انا محتاج ان لو حصل عندي ترانزاكشن البانكينج سيستم جيت انا عملت ايداع، لو حصل عندي ترانزاكشن المفروض عن طريق الترانزاكشن ده في بعض الميثودز او بعض الحاجات الكلاينتس المفروض تعرف بالترانزاكشن دي، وبعد ما تعرف بالترانزاكشن دي تاخد الاكشن المناسب بتاعها. طيب يعني ايه تاني؟ يعني انا دلوقتي
رحت عملت سحب او رحت عملت ايداع عندي على الحساب بتاعي. بعد ما عملت السحب والايداع اروح والله اعرف الناس يا جماعه انا رحت عملت سحب ب 3000 وكان الحساب بتاعي مثلا 10000، فانا الكرنت بالانس بتاعي دلوقتي 7000. انا رحت عملت الترانزاكشن دي، خدوا يا جماعه الترانزاكشن دي وروحوا انتوا اعملوا البروسيس اللي انتوا عاوزينه، وروحوا ابعتوا عن طريق بوش نوتيفيكيشن، عن طريق ايميل سيرفيس، عن طريق اس ام اس سيرفيس، عن طريق اللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه. انا حصل عندي ترانزاكشن وجيت عرفتكم بالترانزاكشن دي اللي حصل فيها، خدوا انتوا الترانزاكشن دي وروحوا ابعتوا بوش نوتيفيكيشن، اعملوا ترانزاكشن ثانيه، اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه، بس انا الترانزاكشن نفسها انا خلصتها وبعدين بعرفكم ان انا خلص عندي الترانزاكشن. دي مهمه الترانزاكشن نفسها، ان انا اخلص الترانزاكشن بتاعتي وافصل الجزء بتاع النوتيفيكيشن بقى واللوجر والجزء ده افصله عن الترانزاكشن. خلاص انا خلصت ترانزاكشن، خدوا يا جماعه انا خلصت الترانزاكشن بتاعتي، اعملوا البروسيس بتاعتكم بناء على ان انا خلصت الترانزاكشن دي. فهي دي الجزئيه اللي احنا عاوزين نوصلها، ان انا هفصل خالص الجزئيه بتاعت البوش نوتيفيكيشن واللوجر والحاجات دي كلها، هفصلها عن البانكينج سيستم او البروسيس ترانزاكشن واخدها في مكان تاني. بس اللي انا هعمله في البروسيس ترانزاكشن ان انا هسمع الناس دي ان حصل عندي ايفنت مثلا معين، او حصل عندي تغيير معين، او حصل عندي ترانزاكشن معين، وبناء على الترانزاكشن دي يحصل البروسيس الثاني. طيب تمام جدا. طيب بعد ما شفنا المشكله خلينا نشوف ايه هو الاوبزرفر باترن. طيب عشان نشوف الاوبزرفر باترن خلينا نشوف اول حاجه الديفينيشن بتاعه. الديفينيشن بتاعه بيقول اوبزرفر از ا بيهيفيرال ديزاين باترن، وقلنا ان البيهيفيرال ديزاين باترن هو نمط سلوكي بيهتم بتنظيم سلوك الكائنات وطريقه تفاعلهم بشكل منظم بدون ما يحصل عندي هاي كابلينج. تمام. بعد كده بيقول that lets you define a subscription mechanism to notify multiple objects about any events that happen to the object they are observing. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان الفكره الاساسيه لو انا عندي كائن رئيسي او المين اوبجكت وفي عندي احداث بتحصل عليه زي مثلا ترانزاكشن جديده، المين اوبجكت اللي هو البنك نفسه بيحصل عندي ترانزاكشن جديده في البنك ده، في بعض الكائنات الثانيه بنسميهم اوبزرفرز او سبسكرايبرز، الاثنين نفس المعنى. الاوبزرفر او السبسكرايبرز دول بتبقى مهتمه بالحدث دون وبتروح تشترك فيه او بتروح تشترك في الحدث، تقول له والله يا حدث انا اول ما تحصل انا هبقى مشتركه معاك، اول ما يحصل الحدث نفسه عرفني عشان خاطر انا في بعض اللوجيك بروح انفذه بناء على الحدث اللي حصل عندي. تمام. اول ما الحدث ده بيحصل الببلشر نفسه بيروح يبلغ السبسكرايبرز دول يقول لهم والله انا حصل عندي ايداع او سحب او اي ترانزاكشن، اروح ابلغهم هم يروحوا ينفذوا اللوجيك بتاعهم. طيب تبسيطا للمثال زي المثال اللي احنا شفناه في السلايدز اللي قبل كده، ان انا عندي البنك نفسه ده الببلشر اللي بيحصل فيه الحدث، وعندي التشانلز نفسها اللي هو الاس ام اس والبوش نوتيفيكيشن والايميل والواتساب، دي عندي اللي هم السبسكرايبرز او الاوبزرفرز، دول اللي مستنيين الحدث يحصل عشان خاطر يروح هم يبعتوا نوتيفيكيشن لليوزر نفسه عن طريق الاشتراكات. هو مشترك في انهي قناه، مشترك في واتساب واس ام اس، بس يروح يبعت له على القناتين دول النوتيفيكيشن ان الترانزاكشن بتاعه حصل. طب العميل نفسه بقى اما بيشترك في القنوات دي في الاعدادات بتاعته، يقول والله انا عاوز اشترك في القناتين دول، فيروح هو يبعت له نوتيفيكيشن اول ما الترانزاكشن يحصل، والله انت عملت ايداع بمثلا بقيمه 2000 جنيه وكان عندك 10، فالكرنت بالانس دلوقتي بتاعك هو 12000، بدون ما انا يحصل عندي التداخلات والجروبس اللي حصلت في الجزئيه اللي قبل كده، ان انا احط جروبس او ان انا اقعد كل شويه انادي على الاس ام اس والاس ام اس سيرفيس والايميل سيرفيس والبوش نوتيفيكيشن سيرفيس بشكل مباشر. لا، كل اللي انا هعمله ان انا هشترك بس في القناه واشوف الحدث، اول ما الحدث يحصل هروح ان انا انفذ الجزئيه بتاعتي. فلو احنا جينا بصينا للصوره اللي على اليمين دي عشان خاطر توضح معانا، كل اللي احنا بنعمله اللي في النص ده اللي هو البانكينج سيستم اللي بيحصل فيه الترانزاكشن، وكل دول اوبزرفرز عندي مستنيين الحدث ده يحصل، ماسكين تلسكوب مستنيين اي حدث يحصل عشان خاطر كل واحد منهم يروح ينفذ بعض اللوجيك بناء على الحدث اللي حصل ده. طيب ايه معنى بقى البوكس اللي موجود هنا اللي فيه التلسكوبات؟ البوكس ده معناه ان انا اي حد ممكن عندي من الناس اللي قاعده دي او الاوبزرفرز اللي قاعدين دول ممكن يروح يحط التلسكوب بتاعه ويخرج من الاشتراك ومالوش دعوه بالحدث دون، خلاص انا مش هستمع للحدث ده تاني لان انا اللوجيك بتاعي خلاص مش هنفذه بناء على الحدث ده تاني، فخلاص خرج بدون ما يحصل عندي اي مشكله او اي تدخلات في السيستم، خرج بشكل سهل جدا. طب وفي نفس الوقت ممكن واحد جديد او اوبزرفر جديد زي ما احنا قلنا ان احنا عاوزين نضيف بعد كده الواتساب سيرفيس، جه بعد كده البيزنس ان احنا عاوزين نضيف الواتساب، هيجي هنا الواتساب يجيب كورس ويقعد يشوف التلسكوب بتاعه وينتظر الحدث نفسه يحصل، بناء على الحدث ده يروح هو يبعت مسج عن طريق الواتساب.
فحصل المشكله دي بدون ما اي حد يتاثر، وحصلت بشكل سهل جدا. فهو ده المعنى بتاع الاوبزرفر باترن. لو احنا جينا بصينا لليو ام ال اللي معانا هنا، انا عندي البانكينج سيستم. البانكينج سيستم ده فيه اللي هو ليست من الاي سبسكرايبر. الاي سبسكرايبر ده انترفيس، الانترفيس ده نفسه بيروح يمبلمنت منه كل الكلاسز او كل الشانلز اللي موجودين عندي من اس ام اس ومن ايميل ومن بوش نوتيفيكيشن وواتساب، ولو حصل وجالي مثلا سلاك بعد كده او جالي اي حاجه ثانيه هيروح يعمل امبلمنتيشن للاي سبسكرايبر انترفيس. وانا لما اجي فوق في البانكينج سيستم اجيب الليست من الاي سبسكرايبر، اي سبسكرايبر جديد هيتضاف ويمبلمنت من الاي سبسكرايبر انترفيس هيتضاف بشكل اوتوماتيك عندي في الليسته اللي موجوده بتاعه السبسكرايبرز دي. تمام. وعندي هنا الاربعه ميثودز دول. اول حاجه السبسكرايب، ان انا بروح اضيف سبسكرايب جديد. اليوزر ده كان مشترك مثلا في ايميل واس ام اس وعاوز يشترك في بوش نوتيفيكيشن وواتساب، بروح ان انا اعمل له سبسكرايب على التو شانلز الثانيين. طب هو كان مشترك في الاربعه وعاوز يشيل نفسه من بوش نوتيفيكيشن مثلا وواتساب، بيروح يعمل ان سبسكرايب على التو شانلز دول. ده بس مجرد مثال عن السبسكرايب والان سبسكرايب. تمام. طيب النوتيفيكيشن نفسه او النوتيفاي نفسه بيروح يشوف اليوزر ده مشترك في انهي سبسكرايبرز ويروح يبعت له نوتيفيكيشن على حسب السبسكرايبرز اللي هو مشترك فيهم. تمام. والبروسيس ترانزاكشن كل اللي بيعمل الترانزاكشن بشكل عام، وبعد ما يعمل الترانزاكشن نفسه بيروح بس كل اللي بيعمله بيبلغ الناس المشتركه في الترانزاكشن ده يا جماعه انا حصل حدث عندي وحصل ايداع في السيستم، عملت ايداع مثلا بقيمه 2000 جنيه. اول ما يحصل الايفنت ده او الحدث ده يروح يبلغ كل الناس المهتمين بالحدث ان حصل عندي حدث، وكل واحد ينفذ اللوجيك الخاص بيه. فهو ده التعريف بتاع الاوبزرفر باترن. اتمنى ان هو يكون التوضيح وصل للناس والمشكله وضحت للناس. وعشان نفهم الدنيا بشكل اكبر خلينا نشوف المثال العملي اللي معانا. لو احنا جينا بصينا هنا هنلاقي ان عندي الترانزاكشن كلاس، في عندي الاكونت نمبر والاماونت، وعندي التايب اللي هو الترانزاكشن تايب كان هو ديبوزيت ولا ويدرو ولا ترانسفير ولا البيمنت. طيب تمام جدا. وبعد كده عندي اللي هو الديت تايم اللي هو التايم ستامب، وعندي الديسكريبشن والتو اكونت والكرنت بالانس. طيب عندي الكلاس ده بتاع الترانزاكشن نفسها. طيب عندي هنا بقى الباد سيناريو او الجزء اللي قبل ما نستخدم الاوبزرفر نفسه. طيب انا عندي اول حاجه الايميل سيرفيس. هنا في ميثود اسمها سند ايميل بتروح تبعت الايميل نوتيفيكيشن. تمام. وفي عندي البوش نوتيفيكيشن سيرفيس دي برضه بتروح تعمل بوش نوتيفيكيشن. وعندنا الاس ام اس، وفي ترانزاكشن لوجر، في لوجر نفسه، وفي عندي الواتساب سيرفيس. تمام. فانا عملت كل واحده منهم في كلاس، وجيت هنا في البانكينج سيستم رحنا نادينا على كل السيرفيسز دي اللي هو الاس ام اس سيرفيس والايميل والبوش نوتيفيكيشن والترانزاكشن والواتساب. وجيت زي ما احنا شفنا هناك جيت عملت جروبس، قلت له لو هو ايه او بي يروح مثلا للشانلز دي، ولو هو إلس هيروح للشانل دي، وبعد كده هيجي في الاخر يطبع لي الكرنت بالانس. طب لحد هنا كده ممتاز جدا. لو احنا جينا شفنا في البروجرام كلاس اول حاجه بيجي يسالني بيقول لي انت في اي جروب منهم، في الجروب A ولا B ولا في الجروب بتاع الاول اللي انا ابعت كل النوتيفيكيشن. وبعد كده هديله الانيشال بالانس، هديله البالانس اللي موجود عندي في الاكونت ده. وهيجي عندي بعد كده يقول لي هتختار الويزدرو مثلا ولا هتختار الديبوزيت، هتعمل اي عمليه ايداع ولا سحب. طيب بعد كده هاجي هنا لو انا اخترت الايداع ولا السحب هيقول لي طب حط القيمه الاماونت نفسها بتاعت الايداع او السحب، لو انا احط 1000 او 2000 او القيمه نفسها. وبعد كده هيشوف لو الترانزاكشن نفسه ديبوزيت هيجي يقول لي البالانس بلس الاماونت ان انا عامل دلوقتي ايداع. طيب إلس اللي هو البالانس ناقص الاماونت ان انا عامل عمليه سحب. بعد كده هيجي يحط الترانزاكشن عندي اللي هي الاكونت نمبر، ويجي يحط الاماونت والتايب والتايم ستامب والكرنت بالانس بعد الخصم او بعد الايداع نفسه. ويجي هنا في البروسيس ترانزاكشن زي ما احنا عارفين هيجي هنا يشوف هو في اي جروب منهم ويروح يبعت النوتيفيكيشن نفسها. طيب هو ده المثال اللي احنا شفناه. طيب لو احنا جينا رنينا الابلكيشن عشان خاطر نشوف الاوتبوت بتاعنا، لو احنا جينا بصينا هنا وقال لي اليوزر جروب هقول له مثلا ايه، ويجي يقول لي الانيشال بالانس هقول له مثلا 10000. هيجي يقول لي هتعمل ديبوزيت ولا ويزدرو، هقول له اعمل ديبوزيت، هقول له القيمه نفسها 1000. هيجي هنا يقول لي ان الاس ام اس سيرفيس نفسها الترانزاكشن بتاعي 1000، والايميل برضه بعت لي نوتيفيكيشن على الايميل قال لي ان هو 1000، وبعد كده قال لي ان الكرنت بالانس بتاعك هو 2000 لان انا حطيت البالانس 1000 1000 مش 10000 1000 وعملت ديبوزيت ب 1000، فاصبح عندي الكرنت بالانس بتاعي ب 2000. وفي نفس الوقت بعت لي النوتيفيكيشن على الاس ام اس والايميل زي ما انا عامل هنا في الجروب ان انا اخترت جروب A. تمام. طب لو انا جيت هنا رنيت برضه الابلكيشن تاني مره ثانيه، جيت قلت له هنا لا والله انا عاوز اللي هو الاول، واجي اقول له البالانس بتاعي مثلا 10000، واجي اقول له هعمل ويزدرو، واجي اقول له مثلا
هسحب 2000. طيب جه هنا بعت لي الاس ام اس والايميل والبوش وعمل اللي هو اللوجر والواتساب وقال لي ان الكرنت بالانس بتاعك 8000. تمام، فهو ده السيناريو القديم اللي احنا شفناه وشفنا النتائج بتاعته. طيب انا هنا بقى عشان خاطر اقدر استخدم الاوبزرفر باترن، هاجي هنا بس اعمل نيو فولدر هسميه اوبزرفر. بعد كده سريعا انا جهزت كل الكلاس اللي موجوده عندنا بدل ما نقعد نكتبهم عشان خاطر برضو اقل وقت الفيديو ده كبير شويه. طيب اول حاجه انا عملت الاي سبسكرايبر، انا عملت انترفيس هنا اللي هو اي سبسكرايبر في ميثود اسمها ابديت تاخد مني الترانزاكشن اللي انا بعمله. تمام، وباجي هنا بقى انا عندي الايميل سبسكرايبر بيمبلمنت الاي سبسكرايبر اللي هو الابديت، وبيقول هنا ايميل سيرفيس وبعدين الترانزاكشن ويحط الاماونت اللي موجود عندي. تمام، ونفس النظام هنا في البوش نوتيفيكيشن سبسكرايبر، نفس الموضوع بيمبلمنت الاي سبسكرايبر، وعندي الاس ام اس سبسكرايبر نفس الكلام اللي هو بيابديت برضه بيمبلمنت الميثود اللي فيها ابديت وبيحط الاس ام اس سيرفيس. تمام كده الترانزاكشن لوجر، وبعد كده الواتساب سبسكرايبر. بعد كده هاجي اقول له هنا، اقول له دي كده مثلا بابليك، واجي هنا اقول له برايفت ريد اونلي، واجي اقول له ليست اوف اللي هو الاي سبسكرايبر، الاي سبسكرايبر. طيب هنسميها اندرسكور سبسكرايبرز. بعد كده هقول له برايفت ديسيمال، واقول له اندرسكور بالانس. تمام، عشان خاطر اقدر احسب البالانس بعد كده. اجي هنا اقول له بس بابليك، واقول له نيو بانكينج سيستم، واقول له هنا ديسيمال، واقول له الانيشال بالانس. اديله مثلا رقم في الاول اللي هو مثلا انيشال الحساب بتاعي بدايته في مثلا وليكن 10000. طيب تمام جدا. بعد كده هاجي هنا اقول له بابليك فويد، واقول له سبسكرايب عشان خاطر ان انا اقدر اشترك في مثلا في نوتيفيكيشن معين او في قناه معينه او شانل معين من الاس ام اس والبوش نوتيفيكيشن والايميل. اجي هنا بس كل اللي انا اقوله له هقول له هنا الاي سبسكرايبر عشان خاطر اعرف اشترك في انهي سبسكرايبر، واجي هنا بس كل اللي اقوله له هقول له ان السبسكرايبرز دوت اد السبسكرايب اللي انا بعته لك ده، ان انا هنا كل اللي انا هعمله هعمل سبسكرايب او هضيف سبسكرايب جديد. بعد كده هقول له بابليك فويد واقول له انسبسكرايب، واجي برضه اقول له الاي سبسكرايبر واقول له هنا سبسكرايبر، بس هقول له هنا ان السبسكرايبرز هقول له سبسكرايبرز اندرسكور سبسكرايبرز دوت ريموف، وادي له السبسكرايب اللي موجود معايا. طيب ممتاز جدا لحد هنا. انا كل اللي انا عملته ان انا جيت هنا سبسكرايب، قلت له يضيف لي السبسكرايبز اللي انا هضيفها، والان سبسكرايب لو عندي سبسكرايب موجود هروح اعمل ان سبسكرايب لجزء معين. طيب ممتاز جدا لحد هنا. هاجي هنا بس اقول له هنا بابليك، ممتاز جدا لحد هنا. طيب بعد كده هاجي اقول له ان بابليك فويد، هاجي اعمل بقى اللي هو البروس ترانزاكشن. البروس ترانزاكشن ده كله هياخد مني الترانزاكشن، واقول له هنا ترانزاكشن، واجي هنا بس كل اللي اقوله له اقول له اف لو الترانزاكشن دوت تايب ايكوال ترانزاكشن تايب دوت مثلا ديبوزيت. لو الترانزاكشن نفسه ديبوزيت هاجي هنا اقول له ان البالانس بلس ايكوال الترانزاكشن دوت اماونت. تمام. طيب هقول له هنا else if لو الترانزاكشن تايب ايكوال الترانزاكشن تايب دوت withdraw، هاجي هنا اقول له ان البالانس ماينس ايكوال الترانزاكشن دوت اماونت، اطرح منه الاماونت بتاعي. طيب بعد كده كل اللي انا هاجي اعمله هاجي اقول له هنا ان الترانزاكشن دوت كورنت بالانس ايكوال البالانس، وهاجي هنا عشان خاطر ابعت النوتيفيكيشن هاجي هنا اقول له برايفت فويد، اقول له نوتيفاي، هياخد مني الترانزاكشن نفسها، اقول له ترانزاكشن، وهيجي هنا هيلف على كل السبسكرايبرز اللي موجودين عندي عشان خاطر يبعت ليهم كلهم. لو هو مشترك في 3 قنوات يروح يبعت لهم كلهم، لو هو مشترك في 2 يروح يبعت للاثنين. هقول له هنا فور اتش، واقول له فار سبسكرايبرز زي ما مقترح عليا كده سبسكرايبر ان الاندرسكور سبسكرايبرز اللي هي عندي الليسته من الاي سبسكرايبر. طيب تمام. هاجي هنا كل اللي انا اعمله جوه الفور اتش نفسها هقول له ان السبسكرايبر دوت ابديت وابعت له ترانزاكشن. كل اللي هيعمله هيروح يلف هنا شايل معايا الايميل والاس ام اس والترانزاكشن لوجر والايميل والاس ام اس، شايل كل السبسكرايبرز اللي موجودين عندي، فيروح يلف عليهم كلهم يروح يعمل ابديت. ابديت دي اللي هي متعرفه في كل السبسكرايبرز دول،
اللي هو بيروح يبعت اللوجيك بتاعي على حسب ما موجود عندي، زي هنا كده مثلا اس ام اس سيرفيس ترانزاكشن، ويروح يبعت الرساله بتاعته. طيب ممتاز جدا. هاجي هنا بعد كده اقول له بس اما تخلص روح اعمل لي نوتيفاي للترانزاكشن. خلاص هو كده مهتم بالترانزاكشن اللي بيحصل. وبعد كده بعد ما بيخلص يا جماعه انا خلصت، يعرف النوتيفيكيشن، يا نوتيفيكيشن انا خلصت الجزئيه بتاعت الترانزاكشن، عملت مثلا ديبوزيت او ويزدرو، خدي الاكشن وروحي انت نفذي الاكشن براحتك. فالنوتيفاي تروح تاخد الاكشن بتاعها وتروح تلف على السبسكرايبر نفسهم، تشوف مين اللي موجود او مشترك مع مين او مش مشترك مع مين، ويروح يبعت لهم. فعلى حسب الكود اللي موجود عندي انا مش هاجي اعدل هنا. لو انا حبيت ان انا اضيف سلاك او ان انا حبيت ان انا اضيف اي شانل ثانيه، انا خلاص انا الكود بتاعي هنا بقى كلين، مش هاجي اعدل فيه لو انا ضفت شانل جديده او ان انا جيت عملت اي اكشن جديد. طيب عشان خاطر نشوف الاوتبوت بتاعنا، خلينا نعمل لده كده كومنت، وهاجي هنا بس انا مجهز الاوتبوت بتاعنا، خلينا ناخده كوبي بيست زي ما هو عشان خاطر ما نطولش وقت الفيديو اكتر من كده. خلينا ناخد دي كده كوبي بيست هنا. تمام. هاجي هنا كل اللي اقوله له هنا كده اقول له نيو بانكينج سيستم. طيب ممتاز جدا. كل اللي انا جيت عملته هنا اقول له الاس ام اس سبسكرايبر، وهنا البوش نوتيفيكيشن سبسكرايبر، وهنا الواتساب سبسكرايبر. تمام كده جبت كل الشانل الموجوده عندي. انا جيت هنا قلت له ان النيو بانكينج سيستم هاخد الانيشال نفسه من الانيشال اللي انا هدخله بايدي، وبعد كده قلت له ان انا هنا كونسول دوت رايت، قلت له والله لو انت عاوز الايميل هتختار 1، لو انت عاوز الاس ام اس هتختار 2، لو انت عاوز البوش هتختار 3، والواتساب 4. تمام. لو انت عاوز بقى كذا واحد هتكتب لي اللي هم كلهم ورا بعض، وتيجي تعمل اللي هو كوما بينهم، وانا هاجي اعمل سبليت للكذا شانل دول واروح ان انا ابعت لك عليهم. طيب بعد كده جه هنا قال لي ان لو الكيس نفسها بتساوي 1، لو انا اخترت 1 هروح اعمل سبسكرايب للايميل. طب لو انا اخترت 2 هعمل الاس ام اس، لو انا اخترت 3 هعمل البوش، او 4 الواتساب. طب لو انا اخترت 1 2 3 4 هيروح يبعت ليهم كلهم. طيب ممتاز جدا. وجيت هنا نفس اللي انا عملته فوق، ان انا هختار مثلا ديبوزيت او ويزدرو، واروح ان انا ابعت الاماونت بتاعي او القيمه اللي انا عاوز اعمل بها الاكشن، واروح للترانزاكشن بتاعي اعبي الترانزاكشن، واروح اعمل اللي هو البروسيس ترانزاكشن زي ما انتم شايفين هنا كده، اشوف الدول، وبعد كده هروح ابعت النوتيفيكيشن او اللي هو الاوبزرفر اللي عندي اعرفه ان انا عملت ترانزاكشن، ويروح هو يعمل الاكشن بتاعه. طيب لو انا جيت هنا رنيت الابلكيشن، لو احنا جينا بصينا هنا انا هقول له مثلا الانيشال بتاعي 10000. طيب انت محتاج الايميل ولا الاس ام اس ولا البوش نوتيفيكيشن والواتساب؟ اروح مثلا اعمل 1 2 مثلا و3 اللي هو الايميل والاس ام اس والبوش، هبعت نوتيفيكيشن عليهم. طيب ممتاز جدا. قال لي انت عاوز تعمل ويزدرو ولا ديبوزيت؟ انا هعمل ويزدرو، الاماونت بتاعي مثلا هعمل ل 3000 واجي اعمل انتر. كل اللي انا عملته ايه بقى دلوقتي؟ جه هنا قال لي ان الايميل سيرفيس الترانزاكشن بتاعي 3000، وبعت لي الاس ام اس وبعت لي البوش سيرفيس، يعني بعت لي على الثلاثه اللي انا اخترتهم هنا. راح عمل سبسكرايب ليهم وضفهم في السبسكرايب زي ما احنا شفنا هنا كده، راح ضفهم كلهم، وبعد ما ضفهم الثلاثه راح بعت للنوتيفيكيشن للثلاثه دول. طب خلينا ناخد من هنا كده الكرنت بالانس عشان خاطر يطبعه. هاجي هنا كده احطه زي ما هو، خلينا نضيفه هنا كده، ونيجي نرن الابلكيشن معانا مره ثانيه. لو انا جيت هنا وقلت له مثلا 20000، وجيت قلت له انا عاوز 1 و2 بس، الايميل والاس ام اس بس، جيت قلت له انتر، جيت قلت له انا عاوز اعمل ديبوزيت، عاوز اعمل الاماونت 2000، جه هنا قال لي ان الايميل نفسه بعت ايميل هنا ب 2000 وبعت اس ام اس، فبعت لتو شانلز بس اللي انا اتفقت عليهم اللي هو 1 و2 اللي هو الايميل والاس ام اس. وجه هنا قال لي ان الكرنت بالانس بتاعك 22000. فهو ده الاوبزرفر باترن. اتمنى ان هو يكون وصل للناس، وان شاء الله اسيب لكم الكود في الديسكربشن على جيت هاب، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.